طبعا لو جيت قلت لك يا ست البنات مين من الثلاثة دول أكتر واحد رومانسي فيهم، فالطبيعي في اللي هتختار وائل كفوري وفي اللي هتختار عمرو دياب، لكن ما اعتقدش ان في واحدة هتختار الممثل علي الشريف. احب اقول لك يا ست البنات ان المطرب وائل كفوري طلع انه كان بيضرب مراته وكان مانعها تشوف اهلها ومانعها انها حتى تحتك بالناس اصلا، وفي صحفية بتقول انه كان حابسها في دور لوحدها في فيلته، ده غير انه طلع في برنامج ولمح انه خانها عادي كده، ولما طلقها بقى بعد 9 سنين بقى بيذلها هي وعيالها عشان تاخد النفقة بتاعتها. اما بقى الهضبة عمرو دياب فغنى لشيرين ما تخافيش انا مش ناسيكي، ما تخافيش لو مين نداني، مش هعيش من غير عينيكي، مش هعيش مع حب تاني. طلقها واتجوز عليها مرتين كمان. اما الفنان علي الشريف عليه رحمة الله ممثل كان بيقدم ادوار ثانوية، بس كان ممثل جبار، وده بشهادة عادل امام ويوسف شاهين. عمره ما كان رومانسي، عمره ما طلع قال كلام مساوك عن مراته، بس لما مات مراته قالت ان قلبه كان زي قلب الاطفال، كان بيعيط لما يشوف قطة في البرد، عمره ما في يوم زعلها ولا كسر بخاطرها، برغم انه كان قوي ودخل المعتقل اكتر من مرة بسبب تهم سياسية، بس كان يجي عندها ويبقى طفل صغير، وكان دايما بيفتخر بيها قدام الناس. فالرجولة مش بالشكل ولا بالكلام، الرجال أفعال لا أقوال.